سبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كنت منزلة الصورة ديت، صورة الستارة، وقلت لكم انا عملتها من غير لا خيط ولا ابرة ولا حتى ماسورة تتحط عليها ولا اي حاجة من دي، وقلت لو لقيت تفاعل مع البوست هنزل لكم الطريقة، ولو ما لقيتش البوست في تفاعل يعني هروح مسحاه. بس بسم الله ما شاء الله لقيت ناس كتير بعتت لي على الخاص، وفي ناس بعتت لي على البوست نفسه ان هم عايزين يعرفوا انا عملتها ازاي وركبتها ازاي. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا عامله ستيكر حجري على السيراميك. بصوا السيراميك اهو انا حاطه عليه ستيكر حجري، وادي الشفاط وادي الشباك، فما فيش مسافه حتى ما بين الشفاط والشباك ان انا حتى اعلق ماسوره يعني. بس انا كان نفسي احط ستاره، فرحت عملت ايه، جبت متر ونص من القماش دوت، او ممكن نقوله ان هو متر تمام كده. ورحت جايباه، هوريكم بقى الطريقه. خلاص خلصت الكنافه بتاعتي. ايه رايكم في شكلها؟ بصوا جميله جدا، احلى بتاعت المحلات كمان. جربوها بطريقتي ان شاء الله تعجبكم. عايزه اقول لكم ان انا قطعتها بالعجله بتاعت البيتزا، مثلثات كده شكلها جميل يعني. وزي ما قلت طبعا بيمر لو علينا عايزينها اوقات تكون كتير طريه صعبة، اعملوا اوقات الشربات مرض وهو سخن كتير، وهي لسه طالعه من بس الفرن. لو بنشتغل في عايزينها لسه القناة بتقرمش شويه خلوا وبنشتغل بقلبنا الشربات كمان، بتاعكم يبقى ساقع وبنفكر وهي كتير تبقى وبننسى سخنه. امراضنا وبننسى اتمنى تعبنا، تجربوا الطريقه بنفس ومنحبش نشتكي الطريقه ليكم. اللي انا عملتها. جربوا وانا الكنافه بنفس بجد الطريقه اللي انا على قد عملتها. ما ما تعبت في تنسونيش بقى في القناة اللايك وعلى قد ما والشير كنت والسبسكرايب. اصلا السلام عليكم تعبانة وانا ورحمه الله شغالة، وبركاته. مع امبارح ذلك ما كنت فكرتش في منزله كل الصوره دوت، ديت، فكرت صوره بس في الستاره، القناة ان وقلت انا لكم انا ازاي اقدر عملتها افيدكم، من ازاي غير لا اقدر خيط ولا اساعدكم، ابره واتمنى ولا حتى اكون ماسوره تتحط عليها ولا اي عملت حاجه من دوت دي. وأديت دوت وقلت لو لقيت بمنتهى تفاعل مع الإخلاص. يا البوست رب قناتي هنزل لكم تعجبكم الطريقه، وتفيدكم ولو ما لقيتش أكتر البوست وأكتر، وانتوا في معايا تفاعل يعني ومكملين إن هروح شاء مسحاه. الله. بس بسم الله ما شاء الله وعايزة لقيت أقول ناس لكم كتير بعتت محدش لي على يتخلى الخاص، عن حلمه. وفي ناس بعتت لي على البوست نفسه ان هم عايزين يعرفوا انا عملتها ازاي وركبتها ازاي. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا عامله ستيكر حجري على السيراميك. بصوا السيراميك اهو انا حاطه عليه ستيكر حجري، وادي الشفاط وادي الشباك، فما فيش مسافه حتى ما بين الشفاط والشباك ان انا حتى اعلق ماسوره يعني. بس انا كان نفسي احط ستاره، فرحت عملت ايه، جبت متر ونص من القماش دوت، او ممكن نقوله ان هو متر تمام كده. ورحت جايباه، هوريكم بقى الطريقه. بصوا حبايبي انا كده خلاص خلصت الفانوس زي ما انتم شايفينه، وزودت بس عليه الاستراس دوت، قصيته كده اجزاء وحطيته في الجناب كلها، وعملت 3 صفوف كده زي ما انتم شايفين. وحطيته برضو هنا اداله ايه اضاءه وشكل حلو يعني. هو فرح كده لوحده يعني تمام. عملت من 4 اجزاء بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. سيبكم بقى من القماش اللي تحت ده تمام كده اهو، وشكله بقى ممتاز جدا. اتمنى انه يعجبكم، يكون بالنسبه لكم سهل وبسيط، وتكون الطريقه اللي انا وضحتها لكم سهله ومفيش اي مشاكل. ده يا جماعه السلوتيب العريض اللي انا كنت بقول لكم عليها تمام كده. اتمنى بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه لو عجبتك الفكره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايه لكم النهارده بايه؟ بشجره الكريسماس. ان شاء الله هوريها لكم، يا رب تعجبكم. بس قبل ما اوريها لكم عايزه اقول لكم ان انا ما عنديش شجره واحده،
انا عندي شجرتين. كل الناس عندها شجرة واحدة الا انا عندي شجرتين كريسماس. عملتها، عايزة اقول لكم منتهى الدقة والابداع يعني. وبالنسبة للناس اللي هتخش تقول لي حرام ومش عارفة ايه، بصي يا حبيبتي، وفري الكلام ده لنفسك. ويعني بالنسبة لي انا مش حرام يعني، ماشي. وكل ام بقى عندها اولاد زي كده 2 و3 كده هتفهم الكلام ده كويس. مثلك ما ينفعش يعني يبقى عندي عيال وعارفين ان في كريسماس وشجر وبتاع وما اعملهمش شجر. المفروض كنت كل واحده اعمل لها شجره، مش شجرتين بس. تمام كده. فانا هوريكم بقى الشجر بتاعنا، واتمنى تكتبوا لي في التعليقات رايكم فيه، وهل في حد بيعمل شجر زي كده او مهتم بالموضوع، ولا الموضوع يعني بالنسبه لكم مش ايه الموضوع بالنسبه لكم عادي وبتظبطوا شجركم اول باول، ولا ايه؟ يلا بينا نسمي الله كده ونشوف ايه اول شجره وتاني شجره. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3. ايه رايكم في الشجر ده؟ اللي على اليمين ده شجر هدوم نشفت واتطبقت ومستنيه تروح الدولاب، واللي على الشمال دي هدوم مبلوله لسه عايزه تتنشر في الحمل. شجر ايه وبتاعي، انا فاضيه اعمل انشر الهدوم عشان اعمل شجر كريسماس. يلا كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هنتكلم عن موضوع مهم بالنسبة لي. مش هقدم وصفة ولا أكلة ولا أي حاجة، لا أنا هتكلم معاكم شوية في شيء يعني مضايقني شوية. أتمنى محدش يزعل من كلامي، أتمنى تفهموا كلامي كويس جدا. قبل ما ابدا بس ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. بسم الله. الموضوع بتاعنا خاص بالقناه بتاعتي وبالمحتوى اللي انا بقدمه في القناه. طبعا الناس اللي متابعيني حبايبي على راسي منوريني، عارفين ان انا بقدم اكلات، حلويات، معجنات. بعمل شغل هاند ميد، خرز او بالخيش. بعمل اعادة تدوير لاي حاجة ممكن بدل ما ترميها بنعملها ونحولها حاجة جميلة، تحفة فنية تنفعنا في حياتنا. مثلا بشتري حاجة او بشتري جهاز بصوره لكم وبوريكم ازاي بيشتغل، بقول لكم عجبني، بقول لكم ما عجبنيش، بقول لكم طريقة تشغيله. يعني الحمد لله مفيش حاجة بنزلها بعون الله بتكون مش مفيدة. تمام كده. هنحط سطر ونبدأ ونقول أول نقطة من أول السطر التاني. حضرتك تيجي تقوليلي انتي فاتحة حياتك على البحري ومصوراها وبتنزليها على النت. طيب ماشي، خليني ماشية معاكي واحدة واحدة. طبعا أكتريتنا دلوقتي عنده الفيسبوك، وداخلين في الفيسبوك على 5000 جروب. جروب تنظيف، جروب أكلات، جروب بيع وشراء أونلاين، جروب مشاكل، جروب فضفضة. صح ولا لأ؟ صح. طيب لما حضرتك بتكوني في جروب تنظيف وبتلاقي بوستات بتنزل أنا غسلت النهاردة ونضفت وخلصت المطبخ وخلصت البيت وروقت وطبخت وي 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 وي، وبتدعم البوست بتاعها بصور من الحاجات اللي نضفتها. حضرتك
تفرقي ايه عن اللي عاملة قناة وبتصور ده كله فيديو علشان المشاهد لما يشوفها يتشجع بيها ويقوم يعمل زيها؟ ايه الفرق ما بيني وما بينك لما تيجي حضرتك تنتقديني وتقولي ان انا بصور فيديو وانا مثلا بنظف حاجة قدام الناس؟ طب ايه لازمتها؟ طب مش ايه لازمتها بالنسبة لغيرك؟ ممكن ما تفيدكيش بس تفيد غير حضرتك. تمام كده. انا بعمل اللي انتي بتعمليه في جروب خاص سيدات، انا بعمله على فيديو على اليوتيوب، وببقى عاملة حسابي ان مفيش صبع يبان مني الا اذا بقى كان كف ايدي مثلا وانا بغسل عشان اوري الحاجة اللي بغسلها ايه بالظبط. تمام كده. ما بعملش حاجة تاخدش الحقيقة الحمد لله يعني. يبقى ما تجيش حضرتك تقرري ان الحاجة اللي انا بعملها دي ملهاش لازمة. تمام. دخلتي مثلا جروب اكل، واحدة نزلت بوست بتسأل يا جماعة يعني انا بعمل مكرونة البشاميل مثلا وما بتظبطش معايا، في حاجة فيها بتبقى مش تمام. طبعا انتي هيشوفي البوست ده وانتي بقى بريمو في المكرونة البشاميل، لا اخش بقى واكتب 1 2 3 بتتعمل كذا، والله بقى لو دعمتيها بصورة ولا 2 من صور المكرونة البشاميل بتاعتك، انتي تفرقي ايه عني في اني بصور فيديو وبوري الناس خطوات عمل المكرونة بالبشاميل مثلا او اي اكلة كانت، بس انا بصورها فيديو وبحطها في قناتي. اذا انا حطيت في قناتي تنظيف، حطيت في قناتي اكلات، وبجمعها للناس في اي وقت يخشوا على اليوتيوب او جوجل ويعملوا بحث سيرش عن اي حاجة، تنظيف البوتاجاز، تنظيف السجاد، تنظيف مش عارفة ايه، ايا كان. تمام كده. تمام. دخلتي مثلا جروب بقى بتاع المشاكل والحوارات والحكايات، ولقيتي مشكلة قابلتك على ببوست كده طويل عريض يعني على الجروب. انتي كشخصية احيانا بتبقى في ناس شخصيتها كبيرة شوية وحكيمة وكده، فبتقلب المشكلة اللي اتحطت قدامها في دماغها وتحاول تشوف لصاحبة البوست حل للمشكلة، وبتروح كاتبة التعليق في عريضة قد كده تقول لها اعملي 1 2 3 وان شاء الله ربنا هيسر لك الامر وهتحل المشكلة. ايه الفرق ما بينك وما بين صاحبة قناة بتحل مشاكل الناس؟ تمام. يعني انا اللي عايزة اوصله ان اللي حضرتك بتعمليه في الجروبات المخفية دي غيرك بيعملوا في فيديوهات على اليوتيوب بطريقة اوسع وبشكل الحمد لله محترم وكده. لما بشتري حاجة وبوريها للناس علشان خاطر انا ما كنتش اعرف الحاجة دي، فاكيد غيري ما يعرفهاش، فلما اعرفها لغيري هيستفيد. مثلا الكب بتاع التورنيدو، بسم الله ما شاء الله، لما عملت الفيديو بتاعها شوفوا لغايه دلوقتي عامله كام مشاهده. عايزه اقول لكم ناس كتير بتتصل بيا او بتكلمني وبتبعت لي خاص، بجد احنا مبسوطين جدا من الفيديو دوت، ولولاكي ما كناش رحنا اشتريناها لان انت شكرتي فيها كتير وانت بالنسبه لنا محل ثقه. فده الشيء بالنسبه لي جميل جدا وفرحني جدا جدا جدا. خلاف بقى الناس اللي تقول ايه يا ستي داري على شمعتك دي، ايه يا ستي جوزك جابلك حاجه داريها. يا جماعه دي قناه، انا عامله قناه فاتحه، ده شغل. القناه بالنسبه لي شغل وهدف عايزه اوصل له انها تتفعل، ولما تتفعل هيجيلي منها ربح ليا، انا هبقى مبسوطه بيه، حاسه ان انا عملت حاجه تعبت فيها وجالي مقابل. فارجوكوا يا جماعه ما توقفونيش عن الهدف اللي انا ماشيه فيه. الله يبارك لكم، كل واحد يخليه في حاله، كل واحد يكتفي بحياته وما يفضلش يقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش، لاني ما شاء الله كبيره وواعيه بما يكفي وعارفه ايه اللي اظهره في حياتي، يعني ايه اللي اظهره وايه اللي ما اظهرهوش، ايه اللي انا اصلا. كلمه انك فاتحه حياتك على البحر دي في حد ذاتها تقيله جدا على قلبي وتقيله على وداني، فان انا اسمعها وما اقدرش ارد، لان انا لو رديت هقول اكتر من الفيديو ده كتير، بس انا مبقاش عايزه ازعل اللي قدامي. فارجوكوا كل واحد يخليه في حاله، وكل واحد يخليه في شغله، وكل واحد يشوف افعاله قبل ما يشوف افعال غيره. واتمنى ما اكونش
ده تحدي مني بكلامي دوت. بس في حاجة تانية بسيطة عايزة اقولها، وهي ان الحياة مش دايما وردية. الحياة بالنسبة لنا مش دايما وردية ومفيش مشاكل. لا، انا لما القناة بالنسبة لي بوريكم الرفاهية، بوريكم الحاجات الحلوة اللي بتجيلي، بوريكم الحاجات الإيجابية، ولكن ما بصورش الحاجات السلبية، ما بصور لكمش تعبي، ما بصور لكمش حزني. ليه؟ لاني انا عايزة قناتي تتحب، عايزة اللي يشوف قناتي يبقى مبسوط وهو بيتفرج، مش عايزة انكد على حد بمعنى اصح. هقول لكم حاجة اخيرة وهختم بيها. انا عندي هنا في الصيدلية، في صيدلية تحت البيت، بنزل بجيب منها الدواء بتاعي. اول ما بدخل الدكتورة اللي فيها بتقولي اللي يشوفك في الفيديوهات ويسمع صوتك وانتي بتضحكي وبتتكلمي بفرحة، ما يشوفكيش وانتي داخلة تشتري مني كيس دواء بتاعك بتاع كل شهر. يعني يعني عايزة توصلي قولي للناس انك تعبانة عشان محدش يحسدك، سيبيها على الله. ربنا الحارس، ربنا الحامي، ان شاء الله هيحميني وهيحرسني طالما انا نيتي خير، طالما انا نيتي افيد غيري، طالما انا نيتي الناس تدعيلي ويمكن دعوة حد منهم تشفيني، فده كفاية عندي. وبس بتمنى منكم ان انتم ما تكونوش اتضايقتوا من كلامي او تقلت على حد. وما تنسونيش بقى لو الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Happy birthday to يلا يا حنين. ماما بابا ماما بابا ماما دد ماما ماما ماما. دد طب بابا 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 تيتا. طيب ماما، طيب يعني انت تقولي ماما وتيتا وما فيش ماما خالص؟ قولي ماما ماما يا بنت ماما. طيب شكرا ماما. انت بتتفي؟ طب بابا بابا ماما ماما
بابا ماما. طب مين اللي بياكلك؟ مين بياكلك؟ ماما. مين بياكلك؟ بابا لا ماما. بابا طب مين بيحبك اكتر، ماما ولا بابا؟ ماما. ماما. دايما امبارح نقعت الترمس في ميه امبارح بالليل، فاحنا دلوقتي تاني يوم العصر تمام كده، فانا حطيته اهو في ميه على البوتاجاز بتغلي. بصوا لسه الميه ما حصلهاش حاجه، اما نقعته بصوا الحبه زادت ازاي. لسه كمان لما تحط في الميه الحبه هتظهر اكتر وهتكون مستويه. وان شاء الله بكره العيد، كل سنه وانتم طيبين. هملحه بقى على بالليل لما اقعد اغير كذا مره عليه الميه، وبعدين املحه بقى ويتاكل عادي، عشان ده اللي اسمه الترمس الحلو مش الترمس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده جايه لكم فيديو مشتريات، يا رب تعجبكم. هي حاجات بسيطه جدا جدا، يعني كام حاجه، 1 2 3 بس، مش كتير. بس انا قلت اقول لكم يعني على الفيديو دوت ليه، عشان خاطر المحل اللي انا جبت منه السعر الحاجه اللي انا جبتها رخيص جدا، وقال لي الكميه دي محدوده وهتخلص على طول، فقلت برضو انزل بالفيديو دوت بسرعه قبل ما الحاجه تخلص مننا. تعالوا بقى نشوف ايه اللي انا جبته. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبتها الستاند اللي انا حاطه عليه الموبايل دلوقتي. ان شاء الله هنزل لكم بفيديو وهقول لكم سعره وهقول لكم كل حاجه عنه. تمام كده تمام. الحاجه بقى اللي انا عامله فيديو عشانها، الحاجات دي طبعا انتوا عارفينها. بصوا شكلها جميل جدا جدا ورقيقه جدا. بصوا اهيت، هي ده بلاستيك كده. ثانيه واحده عشان انا ماسكه الكيسه. نضيفه جدا، مكتوب عليها من ورا ميد ان تركيا. ماشي، انا شطفتها طبعا، بقى فيها ميه كده شويه عشان يعني جعلت تراب من الطريق وكده، المحل على الطريق فاتملت تراب، فشطفتها. وطبعا شكلها بقى ايه زي ما انتم شايفين. دي كنت جايباها ب15 جنيه، انا كنت شايفاها في كل حته بتبدا سعرها من 25، يعني كان في ب25 ب35 من نفس الشكل ده. ماشي، فدي انا قررت احطها هنا زي ما انتم شايفين كده. ماشي، جبت دول الاتنين دول، بصوا كيوت قوي قوي قوي، زنطتين كده. الاحمر ده تبعنا ماشي، صالون مو جميل جدا، ماشي طبعا مع المطبخ بتاعي كده. ايه اظبط الصوره، بسم الله اهي كده. الاضاءه ايه باين صغنطوطه ازاي. الواحده من دي كانت عامله 7 جنيه ونص، فقال لي بصي هتلحقي ما تلحقيش. لما خدت منه ال3 قال لي هما دول بس اللي انت هتاخديهم. استغرب، قال لي ده سعرهم لقطه يعني، مش ما ينفعش تضيعيهم من ايديكي. فقلت له ان شاء الله مره تانية ابقى اجي ايه اخد منك يعني. تمام كده. واخدت برضو من عنده المنشفه دي اللي هي تتحط عشان خاطر الحاجات تتصفى فيها. بصوا شكل البومه هي بتعمل كده، بصوا بتحط كده علشان المواعين وكده بعد ما اغسلها تتصفى فيها. اوريكم طبعا شكلها، بصوا كده، بسم الله. اهي تحط كده، بصوا خامتها ممتازه جدا جدا جدا. بصوا برضو الناحيه دي فوطه، والناحيه دي الفوطه اللي بتبقى ناعمه دي عارفينها، شكلها كيوت جدا وهتفتح كده شكل الرخامه بتاعتي. ممكن ابقى احطها مثلا بالشكل ده كده بالعرض زي ما انتوا شايفين، واصفي عليها ايه المواعين بتاعتي. جبت الطقم دوت، طقم علب كده، ال3 دول ديت ما قلتلكمش سعرها، دي ب20 جنيه، لان برضو بالنسبه لي انا سعرها كويس ومناسب، فرحت ايه جايباها. العلب دي 3 دول جبتهم للتلاجة عشان الجبن وكده. عايزه افتحها واقولها لكم. بشوفها معاكم هو الاول. بسم الله الرحمن
الشرابين برضو عايزين يغسلوا قبل اي حاجه اهو. بس احنا عامله ده، انا بحب الالوان دي قوي برضو، الالوان ماشيه برضو مع الموضه الجديده ديت. تمام، هما دول الحاجات اللي انا اشتريتهم يعتبر النهارده من السوق. وجبت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده جايه لكم فيديو جديد هيعجبكم باذن الله، عشان هو عاجبني جدا وانا فرحانه بيه جدا جدا. واخيرا بقى ايه جبت؟ ايه يا ترى العلبه دي فيها ايه؟ اكتبوا لي كده في التعليقات قبل ما افتح العلبه، قولوا لي العلبه دي فيها ايه، ما فيهاش فيه لا. تعالوا بقى اقول لكم بسرعه ايه اللي انا كان نفسي فيه واخيرا جه. انا اتصلت بشركه نون اللي هو عبر تسوق يعني على الاونلاين يعني وكده، وكانوا عاملين عروض لحاجات كتير، من ضمنها الحاجه اللي جوه العلبه دي. عملت الاوردر يوم الاربعاء اللي فات، اللي هو قبل العيد على طول، اللي هو يوم الوقفه تقريبا، صح كده؟ الوقفه كانت لا يوم الاربعاء، عموما كنت عاملاه الاربعاء اللي فات. طبعا جه العيد ووقفه والكلام ده كله، وقالوا هنبعت لك الاوردر يوم الاربعاء اللي جاي، يعني اسبوع بالظبط. وفعلا جالي النهارده الاربعاء، وزي ما قالوا وفوا، وجالي على العصر كده. تمام كده، تعالوا بقى اشوف اوريكم ايه جوه العلبه وايه كان نفسي فيه وايه اللي مخليني فرحانه وسعيده كل السعاده دي. ايه ده؟ علبه فاضيه. لا مش فاضيه طبعا، انا ما قدرتش استنى ما افتحوش، كان هيجرالي حاجه لو ما كنتش فتحته وشفته وطمنت عليه كمان. تمام كده، يا ترى ايه اللي جواها برضه؟ انا اول ما هقلب كده هتعرفوا. اهوت، عرفتوا بقى ايه ده؟ الحامل بتاع الموبايل او حامل الكاميرا. وانا بصور في القناه، طبعا انا بصور لكم بحامل تاني اللي انا عاملاه تبع القناه، بس اتكسر من فوق. هوريكم كل دوت، عشان كده جبنا حامل الكاميرا دوت. طبعا هقول لكم سعره وهقول لكم كل حاجه عنه. هفتحه بس كده ثانيه واحده اعدله. بصوا عمال يقع كل شويه، لان هو يعني بصراحه كتر خيره، قاعد معايا بقاله كام سنه، سنتين القناه دلوقتي. اربطه بس كويس بشكل بصوا اتكسر برضو، والحمد لله ان انا جبنا واحد تاني. تمام، اكمل معاكم اهو. بصوا يا حبايبي، هو كده ده كان لوحده بيتحط فيه موبايل، بس كده الكرتونه فاضيه. هو نفس الشكل اللي انا اخترته هو اللي جالي. انا اخترت الاسود، لان في بدل الاسود دوت اللون الفضي اللي هو السيلفر دوت، شكل الالموتين، يعني هو ده الالموتين على فكره. تمام، والحروف دي كلها بلاستيك. تمام كده، او مش عارفه بيبقى اسمه عاج او ايه كده، يعني ما علينا. ماشي، اهو شكله كده بيتفتح كده. هو كان كده مقفول. في ناس كتير لما بتبقى خارجه بتحط الكاميرا هنا. هوريكم ازاي، يعني دي كده هي بتتجاب. شايفين الخرم اللي هنا ده؟ بنجيب نحطه هنا في المسمار ده ونفضل نلفه. طبعا في حاجه تحت كده اهو بنزقها، ممكن تلفيه من تحت الدايره اللي هنا دي تلفيها، وممكن تلفيه كده زي ما انا بعمل. انا هعمل دلوقتي كده قدامكم. ماشي، ثبته كده خلاص. بروح بقى ايه مجمده مجمده عليه من تحت. تمام، هاتي موبايلك يا اسيل. بنروح حاطين بقى هنا الموبايل، بيتحرك يمين وشمال فوق وتحت كده زي ما انتوا شايفين، وبيتحرك برضو يمين وشمال. بس انا هنا قفلته من هنا. بصوا كده بيبقى كده عامل كده بيمشي، مش لازم يكون مشحون، انا بس عايزه اوري الناس. وبنروح فاتحينه كده. ممكن احطه جنبي على الرخامه لو انا بعمل وصفه اكل، او احطه على الارض لو بعمل مثلا لايف وعايزاكم تشوفوني. ادي مثلا التليفون بتاعي
بروح حطاه بالشكل ده هنا كده كده، برفعه كده، بروح حطاه هنا كده بالشكل ده. تمام. طبعا هشيل التليفون وهوريكم ايه شكله اكتر. طبعا ايه بيبقى مرفوع كده ماشي اهو شكله يا جماعه ده كده. طبعا هو طوله متر على فكره، كل دي حاجات بتترفع. ده القديم بتاعي ده اللي انا شغاله بيه وبقول لكم اتكسر. بصوا اتكسر منين. المفروض ان دي اهي الناحيه دي اتكسرت، فهو ايه اصبح على شعره يعني. وكمان الدايره دي هنا كده بصوا دي اللي فلتت من شويه وانا بصور لكم. ثانيه بظبط اهي. بصوا اتكسرت ازاي، فاصبح بصوا مش نافع خالص. فاضطريت صراحه يعني زوجي قال لي خلاص طالما انت محتاجاه نجيبه، ربنا يبارك فيه يا رب ويخليهولي. جابهولي. تمام كده. هوريكم ثانيه واحده اطوله ازاي. بصوا اول حاجه بنفك ده كده من نفس، انا برضو بنفك دي كده وبنفك دي كده، بنروح مطلعينه. هو بصوا ازاي نزلي يا اسيل. اقفلي بقى، اقفليها ايوه. بصوا ازاي بالراحه اهو كده ثبت يا جماعه. ازاي بقى طوله كده. ننزل ده بقى كده. طبعا مش هنفرط برضو في القديم، ممكن نبقى عايزه مثلا من زاويتين. يا سلام. ثانيه واحده يا اسيل. ادي ايه، ادي طول ده كده يعتبر ايه ربع متر ماشي عن الارض. في مره تانية خلي جوري تعمله. لا افتحي افتحي افتحي. لا ايوه هو ده كان مفتوح. بس ثانيه واحده كده. بسم الله. اقفلي بقى يا جوري، اقفلي يا جوري ايوه اللي هناك. تمام بس كده اهو. تمام اهو كده حبايبي بالشكل ده. بعيد شويه بس عشان اعرف اجيبه. بعيد شويه عشان ابعد انا شويه. تمام اهو. خلي بالكم حنين هتعدي اهو حبايبي. بس كده اهو. بصوا ده كده ايه يعتبر نص متر اهو بالشكل ده كده ماشي. هوريكم برضو المقاس التالت هيبقى عامل ازاي. يلا يا بنات بالراحه بالراحه ما تهزهوش. لورا لورا اعملي. عملتي لورا يا بنتي اهو حبايبي بالشكل ده كده. تمام. هو كده عباره عن متر بالظبط ما بينه وما بين الارض، يعني منه للارض متر بالظبط. طبعا ثلاث مستويات زي ما وريتكم، ربع متر، نص متر، في متر. تمام. فبسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. هوريكم بقى طبعا طريقته في الشغل ازاي، او الكاميرا بتلف ازاي. هنا احنا زي ما احنا شايفين ده بتنزليه لتحت يصور لتحت زي ما انتوا شايفين. طلعيه لفوق براحتك. تخليه يمين شمال براحتك خالص. بالنسبه لليمين شمال شايفين البقره دي انت خلاص مثلا ظبطتيه على الزاويه دي عشان يكون محمل مثلا ايه الموبايل كويس. خلاص ضمنتي كده تمام. بتروحي لفه البقره دي كويس جدا عشان بصوا ما يسقطش السقطه دي. بتروحي ايه بروح رابطه جامد. تمام كده اهو. وهنا برضو في بقره تانية اهي بروح قافلها كويس عشان خاطر ما يقعش مني الكاميرا او الموبايل بتاعي. انا كده مظبطاه تمام اهو بالشكل ده. جميل جدا جدا. اللهم بارك مبروك عليا. بس كده هو ده شكله. حبيت افرحكم معايا وحبيت اوريكم شكله ايه. انا كنا زي ما قلت لكم جايباه من سوق نون على جوجل. يعني ده فتحت جوجل وعملت حامل كاميرا موبايل. بص يا اسيل ثانيه واحده.
بصوا حبايبي، بالنسبه انا لقيته كل شويه عمال يقع، مش يعني مستحيل يكون هو بالشكل ده، بس يعني عمال يقع لقدام يرجع لورا، فقلت لا في حاجه. فوانا بلف ده يمين وشمال لقيته بيجمد معايا. بصوا ازاي اهو، لقيته بيتحرك معايا. فبصوا كان بيطلع وينزل كده ويوقع الموبايل كده، طبعا بتقلب. فانا بصراحه يعني كنت هقول ان ده عيب، فلما لقيتها بتتحرك، بصوا في مسمار هناك اهو، شايفينه؟ فهو ده اللي بيمسك فيه اهو. لما ربطته كده خلاص الكاميرا ايه اوريدي بقت ثابته، هي ولا تتحرك يمين ولا شمال. فلا بجد شكله يعني جميل جدا جدا جدا. وهو عرض دلوقتي نازل على نون، بصوا كده اهو شكل العلبه بتاعته مكتوب عليها نون اهو، طبعا في بياناتي كلها. فجميل يا جماعه. انا كان العرض دوت معمول عليه 115 جنيه، والشحن 20 جنيه، يعني 135 و10 جنيه مش فاكره عشان ايه بصراحه. فالمهم ان كله 145 جنيه. تمام كده. وزي ما قالوا لي بالظبط يوم الاربع هيكون عندك عشان اجازه العيد. فانا كنت عامله الاوردر يوم الاربع، جالي الاربع على طول اللي بعديه. كنت عامله الاربع اللي فات جالي الاربع اللي هو بعد العيد ده. تمام كده. وبجد جميل جدا، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لي فيه. ويكون وش الخير عليا ان شاء الله بيه، تفعل القناه. واتمنى يا رب لو افدتكم باي حاجه خاصه بالحامل بتاع الكاميرا. ما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب للقناه. والسلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وبخير وبصحة وسعادة وسلام يا رب. اوريكم بقى معالم العيد عندنا، بما ان مفيش خروج بقى بره البيت. فحطيت كده خلاص المفرش بتاعي على السفرة. طبعا شفتوه معايا وعملته ازاي. وحطيت بقى البسكوت والكحك والبيتي فور زي ما انتم شايفين كده. مرضتش احط عليه سكر علشان طبعا مع الحر وكده خاف يبوظ او لا قدر الله يجي عليه اي حاجه. فحطيته زي ما هو كده، ووقت التقديم بقى احط فيه السكر. وادي الترمس بتاعنا ملحته زي الفل اهوت. وادي البونبونات بقى والشوكولاتات والحاجات ديت. وادي السوداني. وادي بقى ايه بابا البنات نزل ايه جاب لهم اللعب بتاعتهم اللي هم ايه اختاروها وهم عايزينها، وبالونات بقى وحركات وكده. ايه رايكم بقى في العيد بتاعنا؟ طبعا العيد بتاعنا كلنا في البيت، خليك في البيت عشان تبقى في امان. بس واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير والسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ما امشي، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والامه الاسلاميه بخير يا رب العالمين. السلام عليكم.